اقسم بالله انا هين عليا اطلع لكم متلفحه. اقسم انا متلجه يا جدعان. الجو ده يا جماعه، انا جيت من العمره. صدمه جويه مناخيه غير طبيعيه. اقسم بالله. عارفين؟ لا 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 لا. جو ساقع أوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. العداوه خلينا محترمين شويه كده. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. النهارده هنعمل القمر، يعني بجد. يعني يعني بقت اصغر مني، يعني اصلا اقسم بالله بقت اصغر مني. الميك اب قمر كيوت وبسيط عارفين السهل الممتنع. هنعمله بايه بقى؟ بالقمر دي. دي المجموعه بتاعه شي جلام بتاعه الفالنتاين. طبعا كان المفروض نعمل بيها ريفيو من بدري جدا، بس عشان انا كنت مسافره. فالنهارده هنستخدم. بصوا يا جماعه، بصوا الجمال والحلاوه. ايه ده؟ ما هذا الابداع اللي بتعمله شي جلام، والله العظيم. وبعدين نفتح نلاقي، طبعا اكيد كلكم شفتوا الانبوكسنج بتاعها على انستجرام. لو ما شفتوش تبقوا انتوا مش متابعيني على الانستجرام. فتحنا الصندوق ده اول ما جه كده مع بعضينا، افتتحناه مع بعض وشفنا كل الحاجات الحلوه اللي فيه. فيلا بقى بينا نستخدم المنتجات الحلوه دي كده. بدايه. طب ما تيجوا نبتدي الفيديو الاول. مش عارفه، داخله حاميه. يلا بينا. يلا سريعا كده نشوف المجموعه دي فيها ايه بسرعه جدا. اول حاجه فيها الباودر دي كومباكت باودر. بصوا فيها كده، انا طبعا مش هبان هنا بس في الريل باينه جدا على انستجرام. فيها لون بينك على لبني على اصفر كده. هي كومباكت ناعمه جدا، مفروض لتثبيت تحت مش تحت العين، هي لتثبيت الوش كله. هنتكلم عليها واحنا بنعمل الميك اب. تمام. تاني حاجه بقى، عندنا 4 الوان للبلاشر. اللون الفوشيا الفظيع دوت. تمام. وده نفس اللون اللي طالع ترند جدا جدا بتاع ديور اللي مكسر الدنيا. تمام. فده اعتقد انه البديل الارخص، والبيجمنت بتاعه وهم يا بنات، وهم. تمام. تاني لون فوشيا داخل على مش عارفه، يعني هو في فرق كبير بين الفوشيهتين. تمام. بس الاتنين حلوين بصراحه، بس هو ده اللي طالع موضه قوي. تمام. تاني واحد اورنج صريح يعني. تمام اهو. تالت واحد بقى اللي هو اصلا حبي وعشقي، اللي هو درجات البلاشر اللي على بني، بس جالي طبعا متكسر لانه قعد كتير جدا عن شركة الشحن، فطبعا راح وجه وراح وجه. فكتر خيره ان هو جيب المنظر ده. تاني حاجة عندنا بعد كده برايمر. تمام. هنستخدمه وهنتكلم عنه. واسفه بهدلته طبعا من البلاشر اللي اتكسر. ومعانا 3 درجات من الجلوسز. 2 شفافين. تمام. وواحد بس فيه لون. و3 درجات روج مات ليبستيك مات كده فيلفت، برضو هنتكلم عنه. تمام. الكيوت اللي هنستخدمها دلوقتي حالا هي المرايه دي. مبسوطه قوي بيها. بصوا انا مبسوطه بيها اكتر حاجه يا جماعه، خطيره بجد، وحجمها حلو كده وكبيره. فيلا بينا نبتدي. يلا بينا نبتدي. اول حاجه هرش وشي بالفيكس ده من شي جلام. انا راجعه من العمره بنات، وشي جاف جدا. كمان انا عشان كنت بعمل تقشير فوشي مقشر وحالته صعبه جدا. فهنحط ترطيب كده ايه على قد ما نقدر. يعني انا اوريدي مرطبه بشرتي، بس زياده في الترطيب زياده في الترطيب. والحلو قوي كأن المجموعه معموله عشاني، اقسم بالله. البرايمر بتاع شي جلام اللي في المجموعه اللي هي اسمها لاف دايف دي. جماعه البرايمر ده تحفه. البرايمر ده ملوش علاقه بالمسامات ولا البورز ولا اي حاجه من الحاجات دي. البرايمر ده جاست ترطيب. ماشي. ترطيب زياده للبشره بشكل خفيف وناعم. خدت بالي قوي قوي لان طبعا استخدمت المجموعه قبل ما اعمل لكم عنها ريفيو، ان هو بجد بيقلل شكل القشور. لو انت عندك قشور في بشرتك وجايه تحطي ميك اب، بجد بيخلي شكل القشور ناعم كده، ما يبانش في الفاونديشن خالص. حلو قوي حلو قوي. عجبني قوي. يعني بجد هو معمول لي الفتره دي تقريبا. بشرتي عايزه 14 كيلو ترطيب، اقسم بالله انتوا مش متخيلين. خدت بالي اول حاجه في الميك اب لوك بتاع اصاله ان هي في حواجبها عامله الحواجب بشكل طبيعي قوي، مش بقى الوكس اللي لازق ورافع الحواجب، لا. يعني رسمه على حواجبها كده، اعتقد يعني حواجبها حاسه الشعر منكوش، مش لازق وواقف. فانا هرسم على حواجبي على طول، وهستخدم القلم بتاع الشي جلام دوت اللي هو العشق بالنسبه لي. درجه جراي. تمام.
كده رسمت حواجبي فقط بالقلم بتاع شيلان. والله يا جماعه قلم يعني مش خساره فيه ربع جنيه من ثمنه، اللي هو اصلا يعتبر رخيص جدا على جوده المنتج ده. هتلاقوه عند صفحه everything free girl، هسيبها لكم تحت. تمام. بعد كده هسرح شعري بالجل بتاع الماسكارا ده بتاع شيجلام برضو. تمام. وبعد كده هنضفها بالكونسيلر عادي. والله يا بنات مش قادره، رحت عملت حاجه سخنه اشربها، مش قادره عارفين مش ماما اشربها، ماما امسكها. المهم يلا بينا نكمل. هنكنسل الهالات. هستخدم الكونسيلر بتاع روزبري ده. اي حاجه خفيفه، بشرتي مش محتاجه اي حاجه تقيله خالص، مش هتستحمل. فكل حاجه بقى خفيفه، كونسيلرز خفيف، فاونديشنز خفيف، فاهمين؟ فكل حاجه خفيف خفيف كده. زي ما قلت لكم وشي عايز فاونديشن هوا. فقررت ان انا استخدم الفاونديشن بتاع شي جلام اللي هو بتاع البشره الجافه. تمام. اللي هو لونه بيج ده. وهخلط معاه كمان، شوفوا انا عايزه الخفيف، هخلط معاه الفيتا جلو حبيب قلبي ده، بيديني فينش خفيف فوق ما تتخيلوا. تمام. هخلطهم مع بعض واحطهم على وشي. بصوا يا بنات، رغم بشرتي الجافة جدا والقشور اللي فيها، الا ان الفينش بتاع الاتنين دول مع بعض بيديني جلوي فينش خفيف جدا، تحسي انتي مش حاطه اي حاجه على بشرتك، وفي نفس الوقت القشور مش باينه. ده هيبقى اختبار جامد جدا للبودر بتاعه المجموعه اللي هنستخدمها النهارده، عشان نشوف هتبين القشور معانا ولا لا. تعالوا بقى نحط الكونسيلر. هستخدم الكونسيلر بتاع شي جلام اللي هو دوت. تمام. الدرجه اللي معاه اسمها بيرلي شوجر، ودي غامقه فبحب احط معاها درجه فاتحه، فهحط اللي هو الدرجه الفاتحه بتاعه روبي روز برضو. يلا بينا دلوقتي وقت البودر بتاعتنا. تمام. وهستخدمها بفرشة عشان اثبت بيها تحت العين. البودر يا جماعة ناعمة جدا، وزي ما انتوا شايفين، انتوا شايفينها بيضة، بس عايزه اقول لكم هي مبتديش اي وايت كاست ابيض خالص خالص خالص، ولا بتحسي بيها اصلا. فيلا بينا. بصوا، ولا كأنك حطيتي حاجة اساسا، مفيش اي لون. ودي حاجة يعني في حقها بجد، لان اصلا ما بحبش الباودرز البيضة، فدي حاجة تحفة حقيقة. بصوا ثبتت، بصوا النعومة. ملحوظة بقى عن الباودر دي يا بنات، الباودر دي حلوة جدا للاستخدام اليومي. يعني تكوني حاطة ميك اب خفيف خالص كده زي اللي انا حاطاه، فاونديشن خفيف خالص كده اللي هو بي بي كريم مثلا، حاجة لايت جدا. هتثبت معاكي حلو برضو. كونسيلر خفيف جدا. لكن بقى ميك اب تقيل سواريه بقى الكلام ده لا. هي فاونديشن يومية خفيفة، يعني للناس اللي بتحط ميك اب خفيف، بتحب شكل الناتشرال الطبيعي، فاهمين؟ كده يعني زي. تمام. لكن كميك اب سواريه لا خالص. تمام. بتتحط الغريبة اللي انا خدت بالي منها، انها بتتحط بالفرشة احلى من السفنجة. لو عندك قشور، يعني لما جربت احطها في الحتة اللي فيها قشور عندي بالسبونشة، تمام، بينت القشور، رحت سابه الاسبونجه وابتديت احط بالفرشه، لقيت الدنيا ظبطت. فبرضه دي معلومه حبيت اقولها لكم. في المجمل انا عجبتني جدا. اول حاجه حسيت قوي ان في كونتور هنا في الحته دي كده، فعندها. فانا هستخدم الباليت بتاعت شي جلام ده برضو، وهاخد الدرجه اللي على جراي دي، وهبتدي اعمل، نمشي كده خطوه خطوه الحاجات اللي هم عاملينها. ف طبعا اللي عامل الميك اب ده يا جماعه حنان نجاده، يعني انا عندي عشق لهذه السيده اللي اسمها حنان نجاده. هنعمل كده، نحاول نعمل زي ما هي عامله. وبعدين هي عامله كونتور على اورنج بسيط، واخد الحتتين دول لفوق.
فانا هجرب البلاشر اللي هو درجته اسمها روز تو ذا اوكيجن، تمام، اللي هو متكسر، اللي هو اللي على بني ده. وربنا يستر كده وايه والدرجه تظبط يعني، تمام. الدرجات البلاشر دي بيجمنت قوي يا بنات، فخلي بالكم وانتوا بتحطوها، تمام، ما بتهزرش يعني، ولازم تكونوا مثبتين كويس. فتعالوا نشوف كده الدنيا هتمشي ازاي. انا ما حبيتش احط كونتور كريمي، علشان خاطر انا حاسه ان اللوك نظيف قوي، يعني اللي هو خفيف قوي، ما فيهوش برودكت كتير، انا حاسه بكده، فعايزه اعمل كده، فاهمين؟ طبعا ممكن يكون محطوط كل حاجه عادي جدا، بس انا حبيت ان انا اخلي الموضوع اخف بكتير. وهنخف ايدينا، خفي ايديكي على قد ما تقدري. بصوا انا بشعر الريشه الفرشه. طبعا درجه اللون اصلا بتاعت البلاشر، بصوا يا جماعه، بصوا الفرق بين الخد ده والخد ده، بصوا ده اتعمل ازاي. درجة اللون تحفة تحفة، بس هي طبعا بني اللي هو المقرنج المحمر، عشان تبقوا عارفين يعني. دلوقتي بقى هنرجع للعين تاني. عارفه انتوا اتحولتوا مني شويه العين وشويه الوش، بس ايه، امشوا معايا كده. في الصوره، تحت الصوره ديت، حنان نجار كانت كاتبه ان هي استخدمت لون اصفر ومشمشي وبينك، اللي احنا اوريدي مش شايفينهم، وبعد كده لون ابيض. فانا هستخدم اللون المشمشي اللي هو الاورنج، واللون البينك دوت فوق العين. فتعالوا الاول هنحط اللون اللي هو البلاشر المشمشي ده، او اللي هو الاورنج. خلي بالكم لان هو بينزل فول اوت جامد جدا، تمام. يلا بينا. والحقيقه ان انا بنفس الفرشه هاخد اللون البينك ده وابتدي ادمجه مع اللون الفوشيا بكل بساطه يا جماعه. موضوع، يلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل معانا كل اريحيه يعني. والله اديت لون حلو، والله حلو. وبعدين حسيت تحت العين كده في لون بني اللي هو نفس لون الكونتور تقريبا، مدموج من تحت كده لحد الاي شادو من فوق، ومن فوق من هنا من كده من مدمع العين فيه هنت بينك، في لعب بسيط كده في قلب الاي شادو، تمام. هاخد اللون اللي هو نفس اللون اللي احنا عملنا بيه الكونتور من باليت شي جلام بتاعت الكونتور، تمام، وهبتدي احطه تحت الجفن اللي هو المتحرك، واطلع بيه فوق. يعني بعد كده البلاشر هنلاقي ان البلاشر واصل لتحت عينين اصاله، يعني البلاشر لحد هنا فعليا. فانا هاخد طبعا البلاشر البينك ده وهحطه، ولو ما لقيتش هي نفس الدرجه هخلطها مع البينك التانية. فبالراحه، بصوا يا جماعه بيطلع فول اوت وبينزل كتير قوي وهو بيجمنت، فخلي بالكم. بسم الله. فظيع. البنات اللي بتحب البلاشر الفوشيا او البينكات هتحب جامد يا جماعه. هو طالع موضه اصلا، بس طبعا مش لازم عشان طالع موضه احطه، المهم احبه عليا، فاهمين؟ بعد كده بنات خدت بالي ان في اول العين عند اصاله في لمعه كده على بينك على ابيض، فهستخدم الهايلايتر بتاع كروموزون من شي جلام برضو. هاخد منه كده حبه، تمام، وهحطه في ايه، في مدمع العين فوق الجفن كده، في اول الجفن كده، وهنزله على مدمع العين. يعني حاجه بسيطه جدا. بعد كده هنرسم الايلاينر. هي مش رسمه وينج طبعا، هي يا دوبك احنا محدده العين من فوق، ورسمه مدمع عين محدده مدمع العين بتاعها قوي، تمام. حتى هي نازل لتحت شويه، فاحنا هنعمل كده عشان كمان الرموش لما تركب يبقى شكلها حلو كده ومبقاش فيه اي فراغات. انا هستخدم صحيح صديقي الفتره الاخيره، وهو الشوباريل جيل لاينر.
رسمت زي ما قلت لكم الايلاينر وركبت رموش يا بنات. وطبعا هي حاطه لون ابيض مش نود في العين، فهنحط ومركزاه اكتر في النص، نص العين يعني، مركزه اكتر في نص العين. تمام. وبعدين حاطه مسكره في رموش السفليه، فهنحط مسكره في رموش السفليه وهنيجي نعمل مع بعض الشفايف. مش عارفه ليه انا شايفه الشفايف ان هي متحدده بكونتور باودر وبعدين محطوط عليها جلوس فقط، فانا هعمل اللي انا متخيلاه. تمام. فهاخد نفس درجه الكونتور تمام من الباليت بتاع شي جلام، وهبتدي احدد الشفايف زي ما انا شايفاها. وهنا جه عليا مسكره، هنستنى لما تنشف خالص ونشيلها. تمام، يلا بينا. بعدين هاخد الجلوز بتاع شي جلام اللي هو الوحيد اللي فيه لون، لان الاتنين التانيين شفافين، اللي اسمه لاف لوك، وهبتدي احطه على الشفايف وادمجه مع الكونتور كده. بصوا انا زودت بس اللمعه شويه في اول العين، مش هحط هايلايتر لان لو انتوا واخدين بالكم انا شايفه ان اللوك مات قوي. اللمعه الوحيده اللي انا شايفاها جايه في وش اصاله جايه من الجلوس وجايه من اللمعه اللي في اول العين فقط، فانا مش هزود. انا بس ممكن نزود كده تاتشايه بلاشر، لان حنان نجاة نفسها قالت ان هي في الاخر راحت مزوده البلاشر اكتر. فبس كده. ده كده تصوري للوك بتاع اصاله، يا رب يكون عجبكم ويكون قربت منه على قد ما اقدر. بالنسبه للمجموعه بتاعه شي جلام يعني تحفه تحفه، البلاشرز خطيره يا جماعه. بصوا الجمال، بصوا الجمال. عايزه اقول لكم كمان يمكن الاضاءه مقلله البيجمنت في الحقيقه اقوى بكتير، فبجد خطيره خطيره. الدرجات بتاعتهم كلها حلوه قوي. ده بجد ده موضه قوي قوي زي ما انتم شايفين، خطير. البرايمر رائع رائع، المرايه خطيره، الجلوسز بتاعتهم تحفه. الليبستيك بقى المات دي اللي عايزه اتكلم عليها سيكا بس. الليبستيك المات بتاعت شي جلام اللي هما التلاتة دول، واو يا جماعه. اول حاجه درجاتهم خطيره. اول درجه دي اسمها اول درجه اسمها ماي توين دي. تمام، اسمها ماي توين. التانية اسمها فوريفر مور، دي اسمها فوريفر مور. الاخيره دي اسمها هيرتس تقريبا، يا رب اكون بنطق الاسامي صح. المهم ان درجاتهم كلها على نوت خطيره. الملمس بتاعهم على الشفايف فيلفت، يعني مات فيلفت، مش اللي هو المات اللي بيشد الشفايف تلاقيها مقطعه، لكن اللوك الفيلفت بتاعهم قوي دوت، اللوك القطيفه بتاعهم قوي ده. يعني لو انت شفايفك فيها قشور شويه فهتبان معاكي. ثباتهم متوسط، ثباتهم عادي يا جماعه، اللي هو يعني مع الاكل والشرب هتروح عادي. يعني بتاعت استخدام يومي، يعني ارواج بتاعت استخدام يومي، مريحه على الشفايف، بتاخد وتدي كده. لو عايزه تحطي فيهم جلوس بيبقى شكلهم حلو جدا مع الجلوس. بصوا حلوين قوي 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 في الاستخدام اليومي المريح للشفايف. لكن ممكن تاخديه معاكي في شنطتك لو عايزه تعيدي عليه او حاجه، بيبقى شكله لطيف جدا. بس غير كده انا المجموعه عجباني جدا. يا رب تكونوا استمتعتوا معايا بالفيديو. ما تنسوش ان ليكم كود خصم ارورو دوت هيديكم 15% لو انتوا بتشتروا بنفسكم من شي ان. ولو عايزين وسيط تطلبوا منه منتجات شي ان هسيب لكم تحت لينك الوسيط. واشوفكم ان شاء الله الف خير. باي باي.